بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده جايبه لكم كده وصفه كده اهوت بجد هتوفر عليكي طول شهر رمضان. هنعمل مع بعض الزبادي كده اهوت لسحور رمضان. كل سنه وانتم طيبين. احلى والذ واوفر من اللي بتجيبيها من بره بألف مره. وكمان هنعملها بدون مكنه كده اهوت في البيت، وزي ما انتم شايفين كده اهوت متماسكه ازاي، من غير كمان ما نضيف لها بقى كده اهوت لبن بودر، ولا نضيف لها مكونات غريبه، ولا مكونات غاليه ولا حاجه. هنعملها سهله واقتصاديه، وبجد كريمية كده وجميلة جدا. يعني لو جربتيها تعمليها كده في البيت بجد مش هتبطلي تعمليها ابدا كده اهوت طول شهر رمضان. بس اهم حاجه بقى كده الفيديو ده لو عجبكم ما تبخلوش عليا بلايك، ولو انت لسه اول مره تشوفي قناتي يا ريت تشتركي في القناه عشان يوصلك مني كل جديد، وشيري بقى الفيديو ده لحبايبي كل اصحابك عشان الكل يستفاد. يلا بقى كده على طول نبدا. بسم الله ونصلي على رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. عايزه اقول لكم انا هغلي كده كميه من اللبن بس مش هعملها كلها. طبعا تقدري تعملي الكميه اللي انت حابه. عايزه تعملي كيلو من اللبن، نص كيلو، هقول لك هتعملي ايه دلوقتي. انا ولعت على اللبن كده اهوت وهحطه يغلي. لو عندك اللي هي الكريستاله دي اللي هي بتتحط عشان اللبن ياخد وقته في الغليان، حطيها. ما عندكيش، لما يبدأ يغلي هتهدي عليه النار وتبدأي تقلبي كده بالمعلقة. عايزينه يغلي كده شوية عشان يتبخر منه كده ايه، المية كده الزيادة اللي فيه او السوائل اللي فيه الزيادة. ودي اهم خطوة كدهوت عشان يطلع معاكي الزبادي كريمي كدهوت ومتماسك. احنا لا هنضيف له لبن بودر ولا مكونات غريبة ولا اي حاجة. لازم كده تحاولي تخليه يغلي معاكي كدهوت كويس، من ناحية ان هو يتبخر منه المية، ومن ناحية ان انت تضمني ان اللبن بتاعك كدهوت يعني ايه مفهوش بقى اي بكتيريا ولا اي حاجة. خلاص بقى كده انا هطفي عليه. واخدت بقى كده منه شويه. كنت عامله معاكم الفيديو اللي فات الكسكسي كان بجد جميل جدا. وانا بقى اما غليت اللبن ده كده هوت رحت واخده بقى منه كده شويه كده هوت، بجد كان طعمه حلو. هسيب لكم باذن الله لينك الفيديو بتاع الكسكسي في نهايه الشاشه، او في علامه البايو كده هتلاقيها فوق على الشمال. عايزه اقول لكم بجد الكسكسي في البيت احلى واطعم واوفر بكتير. يعني انت هتجيبي كيلو كده هو دقيق ب 17 جنيه او 18 جنيه، هتعملي منه اكتر من كيلو ونص كسكسي. تخيلي بقى كده انت الكيلو ونص دولت هتجيبيهم من بره ب60 جنيه، ومش هيبقى معاكي بنفس الطعم ده. جربي كده واعملي حاجتك في البيت، بجد هتعملي حاجات اوفر وانضف، وكمان ايه يعني هتدفي بقى البيت كده اهو. يلا بقى كده نشوفوا بقى وصفتنا بتاعت الزبادي النهارده. اول مره هتعملي فيها زبادي هتجيبي علبه من بره. العلبه دي كنت جايباها واخده منها كده معلقه. إيه، حطيت منها كده هوت يعني ايه حوالي كده معلقه كبيره كده هرميه من معلقه الاكل. إيه، على الكيلو لبن انا هعمل حوالي كده كيلو من اللبن. إيه، فاخدت كده لميت الوش بتاع اللبن اللي طلع على معلقه سكر، وحطيت عليها معلقتين الزبادي مثلا اللي هما صغيرين او معلقه كبيره. هربهم بالشكل ده كده لحد ما يبقوا كريميين. تقدري تعملي خطوه تانية، ان انت تقدري تحطي الزبادي دي في شفشق الخلاط وتحطي عليه شويه لبن وتضربيهم في الخلاط. تاني بقى خطوة، لازم اللبن ده يعني بصوا انتوا شايفينه بيطلع بخار دلوقتي، لا احنا عايزينه يبقى هادي عن كده. لازم احط فيه صبعي كده هوت، يعني صبعي يتحمل السخونية كده هوت، يعني ايه، لمدة كده دقيقة كده هوت. فانا لقيته طبعا سخن، بدأت ابرد فيه كده بالشكل ده لاني مستعجلة. بدأت كده ابرد فيه لحد ما بعد كده اقدر ان انا احط صبعي في اللبن واستحمله. انما لو سخن قوي اللبن مش هيطلع او الزبادي مش هتطلع معاكي مظبوط. خلاص هو كده بقى اهدى. واحط صبعي كده هوت كده في الوقت ده كده انا حاسه، بصوا سبت صبعي فتره حسيت ان هو ايه مستحملاه الى حد ما. خلاص كده هوت هبدا بقى كده هوت إيه ان انا اضيف بقى عليه الزبادي. وانا شلت من اللبن شويه زي ما انتم شايفين كده هوت، ما عملتش كل اللبن اللي انا غليته. ده كده حوالي مثلا كيلو او كيلو الا حاجه بسيطه. هعملهم بقى كده هوت. وتقدري انا عملت في اللي هي العلب الفخار، تقدري تعملي في اي كوبايات ازاز، علب بلاستيك اي حاجه. بصوا بقى انا في الحركه دي لما بتشيلي كده في اللبن وترفعي وتفضي بتديله كدهوت ايه رغاوي كده على الوش، بيبقى شكل الوش بعد كده شبه الوش بتاع بره. انا بقى عندي الفخار دي عايزه اقول لكم بقى لها كذا سنه عندي، كل سنه بستخدمها للزبادي وبغسلها وبشيلها، ولما بقى اطلعها بعد كده بعمل فيها. طبعا الزبادية دي عمرها ما هتبقى نفس الحجم بتاعت بره. يعني اللي انا كنت اخدت منها دي ما فيهاش يجي معلقتين تلاتة
ب10 جنيه. انت بقى كيلو اللبن هتعملي منه ما شاء الله بجد كمية كبيرة، وحسب برضو الحاجة اللي هتفضي فيها يعني. ممكن تعمليهم 7 8 كوبايات، ممكن تعمليهم 5 كوبايات، حسب بقى ايه الكوباية كبيرة او صغيرة. هنا بقى خلاص انا فضيت اللبن كله. إيه، وزي ما قلت لكم اللبن لازم يكون هادي، ما ينفعش تطفي عليه النار وتحطي عليه الزبادي. تمام. هجيب بقى كده صينيه او حله، اي حاجه انت هتستخدميها. ممكن تجيبي حله بغطا لو انت مش عايزه تشغلي الفرن. إيه، انا هشغل الفرن هدفيه وهحط فيه الصينيه ديت. انت مش عايزه تعملي الخطوه دي، تقدري تجيبي حله كده تكوني ما بتستخدمهاش قوي، وترصي فيها الكوبايات بتاعتك او ترصي فيها العلب بتاعتك. انا حطيت دلوقتي ميه سخنه، بس هبردها دلوقتي بميه من الحنفيه، لان انا عايزاها سخنه بس مش مغليه، عشان ما تخليش الزبادي تعمل ميه. هحط بقى كده نقطه خل عشان الصينيه بتاعتي لو ألمونيا كده ما تسودش وتعمل ايه علامه. خلاص كده انا هدخلها بقى الفرن. دفيت الفرن وطفيته. انا لقيت الميه لسه سخنه شويه فزودت ميه تاني ايه من الحنفيه، لان لو سخنه قوي زياده عن اللازم برضو ممكن تخلي الزبادي يعني ايه تعمل ميه وكده. هنا بقى دخلتها الفرن زي ما انتم شايفين. ممكن تقعد معاكي حسب ما انت مدفيه المكان من ساعتين ل3 4 حسب. انا بقى ممكن هقول لكم برضو، في ناس تقول لك انا عملتها ولسه الزبادي إيه خفيفه والميه بردت. ما تقوليش بقى الزبادي باظت مني، لا. دفي الميه تاني اللي معاكي دي، او مثلا تشغلي الفرن تاني ودفيه وحطي الزبادي. مش هتكمل يعني المية دي مش هتكون لحقت تبرد، دي في الدور التاني هتلاقي الزبادي اتمسكت. لان في حد ايه قال لي انا عملتها قبل كده ولقيت الزبادي إيه خفيفة زي المية، فقلت دي باظت خلاص رميتها. قلت لها لا، انتي بس دفي الفرن كمان مرة، او لو انتي حطاها في مية زي كده شغلي عليها النار، المية تسخن وروح شيلها تاني. خلاص قبل ما المية تبرد هتكون الزبادي دي معاكو اتمسكت وبقت زي ما انتوا شايفين كده جميلة. انا بقى عايزه اوريكم الصينيه، بصوا عشان حاطين نقطه الخل ولا كاننا عملنا فيها حاجه. طلعها بقى كده حطيتها في الصينيه كده ودخلتها في التلاجة لمده 10 دقايق بس كده، وصورتها معاكم. بصوا متماسكه ازاي وعامله ازاي، بجد جميله جدا وطعمها كريمي. إيه يعني لو انتوا جربتيها ودقتيها كده مش هتشتري الزبادي تاني بتاعت بره. بجد احلى زبادي هتقدري تاكليها كده على سحور رمضان، مشبعه وفي نفس الوقت كده اقتصاديه وجميله. ولا تلاقي بقى فيها مزازة زي بتاعت بره، ولا تلاقيها عاملة مية على الوش. ايه سبب اللي بيخليها تعمل مية على الوش؟ انتي لو كترتي الخميرة الزبادي. وكل مرة بعمل فيها زبادي بقى يعني ايه، يا بعمل كوباية صغيرة بخليها على جنب، يا اما مثلا ايه بخلي علبة مثلا من دول اخليها كل يوم اخد منها حته، حتى لو بايته بقى لها يوم او 2 او 3 بخليها باخد منها اعمل منها الزبادي كل يوم. يعني ما تشتريش تاني، هي كل مره تعملي زبادي بتخلي منها للمره اللي بعديها. بص قد ايه الزبادي متماسكه، وتقلبيها تسيبيها كده ما بتقعش منك ولا حاجه. يا رب الفيديو يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا منه. ما تنسوش بقى اللايك والاشتراك في القناه. اشوفكم باذن الله فيديو جديد ووصفه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.